السلام عليكم، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هقولك على فكره حلوه جدا تقدري تحافظي بيها على الخيار اطول فتره ممكنه في التلاجة، لان هو معروف ان من الخضروات اللي فيها نسبه الميه عاليه جدا، فبالتالي بتتعرض للتلف بسرعه. الفكره اللي هقولك عليها النهارده موفره واقتصاديه وكمان صحيه. تروحي محل الورقيات اللي هو بيبيع الكوبايات الورق واطباق الفلين، ورق الالومنيوم بتاع المطبخ والحاجات دي كلها. هتلاقي عنده ورق السندوتشات ده. بتجيبي بقى بالكيلو، نص ربع زي ما انتي عايزة. وعلى فكرة نص كيلو مثلا ممكن يعمل معاكي كمية كبيرة جدا، وكمان هيبقى موفر، وهتشوفي ازاي دلوقتي، وكمان اقتصادي ونضيف وصحي زي ما احنا قلنا قبل كده. يلا هنستخدمه ازاي؟ تعالي معايا نشوف. هنا هنجيب الورقة وابدأ طبعا، مش معقول هلف الخيارة في الورقة دي كلها، لا أنا هقسمها 4/4 على قد يعني 4 خيارات وهكذا. ونصيحتي ليكي ما تجيبيش الخضروات بكميات كبيرة، يعني هاتي على القد، كيلو بكيلو تخلص تجيبي غيرها، لأن دلوقتي بقى بيضاف لها كيماويات وحاجات من دي، فأصبحت سريعة التلف، فخسارة تجيبي الحاجة وترميها. فياريت نستخدم على القد بالظبط. هنبدأ نجيب بقى الخيار بتاعنا، ونلفه بالشكل ده. فهلاقي لو انا اخدت بالجنب ده فهلاقي الخيارة باينة من الجناب، فانا عايزاها تتغلف كويس، فهعملها بالعرض بحيث يبقى فيه يعني مسافة من ناحيتين اقدر اقفلها كويس جدا على الخيارة. اكمل بقى بقية الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. وبعدين يعني يا ريت ما نستخدمش الورق اللي هو فيه كتابة زي ورق الجرايد او ورق الكراسات او الكلام ده، عشان ننفذ نفس الفكرة، لان بيبقى فيها احبار، والاحبار دي بتبقى سامة وغلط ان احنا نعرض ليها الاكل. فالورق ده اقتصادي وموفر وكمان نظيف جدا انك تستخدميه مع الاكل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا هنروح بقى نجيب كيس محكم الاغلاق كده، او حتى كيس عادي من بتاع التلاجة، ونحط فيه الخيار. بس اهم حاجة عندي ان انت تطلعي منه الهواء كويس جدا، ما يبقاش فيه هواء خالص. ونقفله كده بقى ونشيله في التلاجة على الرف او في الدرج بتاعها، مفيش مشكلة خالص، هيبقى زي الفل. طيب، عدى وقت قد ايه بقى علشان نشوف النتيجة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي دي؟ عدى حوالي 10 12 يوم تقريبا، ان لم يكن يزيد. يعني انا ما حسبتش بالظبط، بس كانت وقت طويل قوي. زي ما انت شايفة بقى كده الخيارة طيب مبلولة الورقة بتاعتها. طيب الخيارة من جوه شكلها ايه؟ ما شاء الله، كأنك لسه شارياها فريش زي الفل. شايفة الجمال؟ يعني بصراحة يعني الفكرة هايلة يا جماعة جدا جدا. طب الورقة دي هنرميها؟ لا مش هنرميها. طب دي مبلولة، مفيش مشكلة. عندي طريقتين ارجعها تاني زي الاول. اول طريقة ان انا هستخدم الميكروويف، هحطها 10 12 ثانية او اقل حتى كمان. المهم انها تتخلص من المية اللي موجودة فيها، وكمان هعقمها بالمرة. حلو جدا. طب ما عنديش ميكروويف، هسيبها بره للهواء العادي خالص تنشف، مفيش اي مشكلة. اهي شايفة الورقة رجعت ناشفة تماما زي الاول بالظبط. هقدر بقى كده اجيب كيس نظيف واحط فيها الورق ده بعد ما اجمعه كله على بعضه، بحيث اقدر استخدمه تاني. ودي الورقة اللي انا قلتلك سبتها بره نشفت لوحدها، برضو نفس الشيء، ما تفرقش خالص عن الورقة اللي انا نشفتها في الميكروويف. هجمعهم واخليهم لأي مرة تانية، سواء حطيت فيها برضو خيار تاني او ليمون او اي بقى خضار من اللي موجودة عندك، ممكن اقدر الفه في الورق تاني. زي ما انت شايفة كده قعدت لفه في نفس الورق. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم فيديو قادم. مع السلامة.